مكان تقدر تعيش فيه أجواء المصريين القدماء. فكرة المكان جت من مهندس زار قرية بتحاكي حياة أول المستوطنين للولايات المتحدة، فبعدها قرر إنه يعمل مكان يحاكي فيه الحياة في مصر القديمة. الشخص ده كان الدكتور حسن رجب. الأول ندي نبذة بسيطة عن دكتور حسن رجب. هو من مواليد مايو 1911 وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 1933. حسن رجب التحق بالجيش برتبة نقيب وتعين قائد للورش الرئيسية بسلاح الصيانة، وكان أول سفير لمصر في الصين الشعبية، وكان سفير مصر بإيطاليا، واكتشف سر صناعة ورق البردي، وكمان اخترع آلة لطباعة حروف اللغة المصرية القديمة، وأخيرا مؤسس القرية الفرعونية. الأول حسن رجب استخدم جزيرة اسمها جزيرة يعقوب كمزرعة للبردي، وبعد كده حولها للقرية الفرعونية وبدأ العمل فيها، وبدأ بحفر قنوات وممرات مائية، واهتم إنه يزرع فيها حوالي 55 نوع من الأشجار اللي كانت موجودة عند المصريين القدماء زي الصفصاف والجميز، وكان الهدف من الأشجار دي إنها تبقى حاجز عن العالم الخارجي، فكان بيسافر في أماكن مختلفة عشان يلاقي نباتات وطيور نادرة ويجيبها للقرية. القرية مبنية على حوالي 32 فدان، وتم افتتاحها في 1984، يعني بعد 10 سنين من البناء. نيجي بقى للقرية نفسها. أول ما بتدخل بتاخد جولة نيلية كأنها رحلة للماضي، بتشوف فيها أهم الآلهة والملوك في مصر القديمة، ومشاهد من حياة المصريين زي صناعة البردي والكتان والتحنيط. And to speed up this process, the internal organs of the body were removed and preserved separately. The body was dried out by being covered with natron salt, a form of soda found in the deserts of Egypt. وبعد كده بيبقى فيه جولة تانية في المعبد، واللي من أشهر معالم القرية، واللي هيتحول بعد كده كشعار للقرية الفرعونية. وفي بيت النبيل وبيت الفلاح، وكمان في زهرة اللوتس اللي كانت الزهرة المقدسة عند المصريين القدماء. وفي القرية نسخة طبق الأصل من مقبرة توت عنخ آمون بمقتنياتها، ودي من أجمل الأفكار اللي موجودة في القرية، لأنها بتعيشك أجواء اكتشافها والحالة اللي اتلقت عليها المقبرة وقت الاكتشاف، أو زي ما لقاها هوارد كارتر. وبعد كده بنشوف مجموعة متاحف، منها متحف لتاريخ مسيرة وحياة مؤسسها حسن رجب، بيوثق المتحف إنجازاته ومسيرته الدبلوماسية والعسكرية، ومتاحف تانية عن فترات مختلفة من تاريخ مصر زي متحف السادات والإسلامي، ومتحف التحنيط اللي بيحكي مراحل وأسرار التحنيط، ومتحف الأهرامات ومتحف النوبة وغيرهم من المتاحف.